مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في النشرة الجوية الخاصة لهذه الليلة ولصبيحة الغد. أجواء غير مستقرة تبقى تميز جل المناطق الشمالية خاصة الشرقية وبعض الولايات الوسطى، لكن التحسن تدريجي نهاية الأسبوع سيمس الولايات الغربية وبعض الولايات الوسطى. بالعودة إلى هذه الليلة إذن درجات حرارة تبقى منخفضة على جل الولايات الداخلية للوطن، درجتين فقط كأدنى مقياس. 9 درجات حنسجلها بالسواحل الوسطى، سواحل الشرقية للوطن نفس المقياس تقريبا، بيض والنعمة الجلفة المسيلة وحتى الأغواط أيضا عين من نفس المقياس. 13 درجة تسجل بكل من منطقة الأوراس مرورا بالوادي وورقلة وصولا إلى منطقة غرداية نفس المقياس بمنطقة تندوف 16 إلى 15 درجة. الثورة بشار برج باجي مختار أيضا 13 أيضا تشهدها منطقة تامن راس أجواء باردة ليلا بجانب مرتفعات الهجر والتاسيلي. أداعي صالح وتميمون وإليزي 17 إلى 18 درجة. 19 درجة كأعلى مقياس يسجل بعين جزام. بالنسبة إذن لحالة الطقس لصبيحة الغد إن شاء الله، وكما هو موضح في النشرة، أجواء غير مستقرة تماما على الولايات الوسطى والولايات كامل الولايات الشرقية للوطن، ستبقى تشهد سحب كثيفة، كميات معتبرة من الأمطار وخلايا رعدية منعزلة قد تصل أيضا إلى بعض السواحل الوسطى للوطن. تبقى سحب مغشاة جزئيا وتتحسن تدريجيا بالولايات الغربية للوطن. سحب كثيفة أيضا تبقى تميز الجنوب الشرقي أيضا وسط الصحراء، منطقة أدرعين صالح تميمون، باقي الولايات بشمال الصحراء لغاية الجنوب الغربي، أقصى الجنوب الغربي وأقصى جنوب المرتفعات الصحراوية، السماء صحوة صافية ومشمسة. بالنسبة للظاهرة بحول الله، ظاهرة الغد درجة حرارة فصلية على جل الولايات الشمالية الداخلية وحتى الساحلية، راح نسجل 18 إلى 20 درجة بالسواحل الوسطى و18 إلى 17 درجة بالسواحل الوسطى إلى غاية السواحل الشرقية، 20 درجة إلى 22 بالسواحل الغربية، أيضا الجلفة المسيلة الأغواط 24 درجة، البيض وأنعمة الأوراس 13 درجة كأدنى مقياس كامل الولايات الداخلية للوطن. تفوق المعدل الفصلي على كل الولايات الجنوبية من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب، راح نسجل 25 26 درجة بغردايا الوادي وورقلة، 29 درجة بمنطقة تامن راس، في حين نسجل 31 30 درجة بكل من جنوب الشرقي لغاية المرتفعات الصحراوية. نفس المقياس بالجنوب الغربي 32 33 درجة بكل من الثورة وصولا إلى مرورا بوسط الصحراء وصولا إلى برج باجي المختار، أعلى مقياس 37 درجة. تبقى مرتفعة درجات الحرارة وأعلى مقياس دائما بعين جزام. بالنسبة للملاحة والصيد البحري مشاهدينا، البحر بحول الله يبقى قليل اضطراب على طول الشريط الساحلي بفعل الرياح اللي راح تكون جنوبية أو غربية إلى جنوبية غربية بالسواحل الوسطى، جنوبية غربية وغربية جنوبية بالسواحل الغربية، في حين تكون غربية تماما بالسواحل الشرقية. سرعة الرياح قد تتجاوز 30 كم في الساعة. الختام بالمعلومات الفلكية الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها. 6:20 الشروق، 7:18 الغروب. لتفاصيل ومعلومات أكثر تابعونا على الموقع الإلكتروني الرسمي يظهر أمامكم أسفل الشاشة. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.